جديد ميركاتو مولودية الجزائر اليوم. زلزال جديد يضرب بيت العميد، وهذه المرة المفاجأة ليست صفقة جديدة ولا لاعب غادر الفريق. الرجل الذي جاء ليقود مشروع مولودية الجزائر من داخل الإدارة أصبح الآن هو نفسه مهددا بمغادرة الفريق. جمال بالعمري اختفى من مكتبه حذف منشور التحاقه بمولودية الجزائر وجمد مهامه، لكن الأخطر أن القصة لا تتعلق فقط بخلاف عادي داخل الإدارة. ماذا يحدث بالضبط داخل مولودية الجزائر؟ ومن يقف وراء الأزمة؟ وهل نشاهد فعلا نهاية جمال بالعمري مع العميد؟ ميركاتو مولودية الجزائر 2026 بدأ منذ تولي جمال بالعمري منصب الناطق الرسمي باسم مولودية الجزائر في محاولة لبناء فريق قوي وإدارة ملفات ميركاتو مولودية الجزائر والتفاوض مع اللاعبين القادرين على تقديم الإضافة للفريق. وحسب بعض التقارير المتداولة كان جمال بالعمري قد تحرك لحسم عدد من الملفات من بينها ياسين بنزية وعبد الرحيم دغموم، إضافة إلى أسماء أخرى، غير أن كل هذه المفاوضات توقفت ولسبب ما. ثم جاءت القضية التي يعرفها الجميع، اسم واحد كان قادرا على إشعال الميركاتو، يوسف بلايلي. قضية بلايلي كانت من أكثر الملفات إثارة للجدل في ميركاتو مولودية الجزائر. المولودية كانت تريد اللاعب والحديث عن انتقاله إلى العميد تصاعد وبقوة، لكن النهاية جاءت بطريقة مختلفة تماما بعدما قرر يوسف بلايلي مواصلة مشواره مع الترجي، وهنا بدأت الأزمة تأخذ منحى آخر. جمال بالعمري خرج بتصريحات ومواقف إعلامية، لكن الطريقة التي تم بها التعامل مع القضية لم تكن محل رضا الجميع داخل إدارة مولودية الجزائر. فبحسب التقارير فإن هذا الملف ساهم في زيادة التوتر بين بالعمري ورئيس النادي حكيم رجب، إذ كان جمال بالعمري هو المدير الرياضي، فلماذا يتم التفاوض مع لاعبين دون علمه؟ جماهير مولودية الجزائر في حيرة من أمرها لما يحدث داخل بيتها العميد، وما زاد على ذلك هو غياب جمال بالعمري عن مكتبه لمدة 3 أيام متتالية، وفي نفس الفترة ظهرت تقارير تتحدث عن تجميد مهامه. ثم جاء تصرف آخر زاد الشكوك، جمال بالعمري يحذف منشور التحاقه بمولودية الجزائر من حسابه، وهنا بدأت الجماهير تربط الأحداث ببعضها، غياب وتجميد مهام وحذف منشور وخلاف حول الميركاتو. فهل بالعمري فعلا سيستعد للرحيل؟ هنا يجب أن نفرق بين المؤكد والمتداول. إلى الآن لا يوجد إعلان رسمي عن إقالة جمال بالعمري من مولودية الجزائر، لكن المؤشرات الموجودة تجعل مستقبله مع الفريق محل شك كبير. مولودية الجزائر أمام أيام حاسمة، والجماهير تنتظر الآن القرار النهائي. هل أنتم مع استمرار جمال بالعمري في مولودية الجزائر، أم أن فسخ العقد أصبح الحل والأفضل؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم جديد ميركاتو مولودية الجزائر.